مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا كامل بخير وعلى خير. انا راني صافا والحمد لله. اليوم البنات درت لكم روتين متنوع من كل فن شويه، جوله، مشتريات، وتانيت وصفه اكثر من رائعه، وكملتها بحاجه حلوه كيكه ولا اروع. نتمنى البنات يعجبكم روتين تاعي تاع نهار اليوم. الى عجبكم فضلا وليس امرا ديروا لي جام، ابونيو سو لاشين، وحطوا لي ان كومونتير، ونبداو روتين تاعنا على بركه الله. اول حاجه البنات كما شفتوا في الفيديو، حبطت لافيل ودرت لكم مقتطفات صغيره. هنا البنات ما كنت وحدي، كنت مع الزوج المحترم، وكي نكون مع الزوج المحترم ما يخلينيش نصور، لكن درت لكم مقتطفات صغيره فقط هكا باش نعيشكم اللحظه وكل اللي جيتوا معايا. يعني البنات نحب وين نروح نصور لكم هكا باش يعني تخيلوا روحكم راكم معايا. فوالا البنات، هنا حبطت لافيل ودخلت لواحد الحانوت فيه كلش البنات، ان شاء الله نصوره لكم. كي نعاود نولي شريت دي باسكيت، دوك نبارطاجيهم معاكم. المهم البنات، دوك حنبارطاجي معاكم مشترياتي. عاود دخلت للدار. هنا اول حاجه البنات، قبل ما نوري لكم لي باسكيت اللي شريتهم، حبيت نوري لكم هذه الدودونه اللي كنت شريتها. البنات اللي متبعين روتينيات تاعي ويشوفوهم كل يوم، قلت لكم بلي شريت ان دودون، وكي ندخل كي ندخل للدار نبارطاجيها معكم. لكن لا غالب البنات لظروف ما كتبتش باش نبارطاجيها معكم هذوك اليامات، حتى لدوك باش حنبارطاجيها معكم. المهم البنات كما راكم تشوفوا راني نوري لكم فيها، هي سامبل كحله وسخونه البنات، هذا ما يليق في هذا البرد. انا البنات عجبتني. لبسه توجور تقعد اذواق، كاين اللي تعجبو كاين اللي ما تعجبوش، وكل واحد يلبس على حسابه، على حساب لاطاي تاعو، وعلى حساب واش يعجبو، على حساب ذوقه. فوالا البنات كما راكم تشوفوا نوري لكم فيها، جايه سامبل مقصيره ما طويله، فيها لا سانتور اللي جايه في لاطاي، فيها دوك التراتق، فيها تاني سلسله، وعندها القلمونه تاعها تتنحى وترجع. كما راكم تشوفوا فيها نوري لكم كامل في لي ديتاي. نحب هكا كي نصور معاكم كلش. فوالا البنات كي تلبس لي تبان هكا البنات ماهيش باينه بيان. شريتها 40 اورو البنات، صافا يعني البري تاعها مليح بوغ تو لي جور. هذا واش يليق في البرد كيما هذا. انا البنات جبت معايا غير لي فيست ودودونه وحده العام اللي فات، هذا العام عييت منها وخلاص حسيتها تبتقت، رميتها وشريت هذه. فوالا البنات هذه بالنسبه لا دودون. دوك نوريكم لي باسكيت اللي شريتهم البنات، شريتهم بثمن خيالي وبزاف عجبوني البنات، وخفاف وما يوجعوش. فوالا البنات شريتهم ب2 اورو. فوالا البنات هاملي كيفاش عاملين، سامبل بيوضه عاليين شويه، يعني لا سيمان تاعهم عاليه. فوالا البنات انا عجبوني. نتوما الى عجبوكم البنات قولوا لي في لي كومونتير. قلت لكم توت فاصون اللبسه تقعد اذواق، انا البنات نشري حاجه اللي تعجبني واللي تخرج عليا بيان سور واللي نقدر نشريها، يعني سمتها تكون معقوله. فوالا البنات كيما الفيس لا دودون 40 اورو وهادو 12 اورو، يعني سافا صراحه بري ريزونابل. ودوك البنات بعد ما كملت مشتريات تاعي البسيطه وكما والخرجه تاعي كما شفتوا في الفيديو، دوك البنات حنبارطاجي معكم وصفه اكثر من رائعه، دجاج محمر بتتبيله رائعه اقتصاديه. هذه الوصفه البنات تديرها ماما ودرتها بنفس الطريقه، يعني بزاف بنينه. هنا البنات تقدروا ديروا دجاجه كومبلي ولا تدو منها غير لي كويس. انا البنات ديت منها غير لي كويس، ما درتش دجاجه كومبلي. لكم الاختيار نتوما، كي يجيكم ضيف ولا من المستحسن ديروا دجاجه كومبلي، لكن كي تكونوا في الدار ويكونوا عندكم غير لي كويس ديروهم يجوا بزاف بنان. فوالا البنات دوك نعطي لكم التتبيله واش درت فيها. في ريسيبيون ديت مغرفه كبيره تاع خل ابيض، مغرفه كبيره تاع لا موتارد، ومغرفه كبيره تاع قارص يعني عصير قارص، وزوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل درت فلفل كحل عكري وكركم وسكنجبير. هنا البنات ضفت لها اضافه، درت لها صوص باربيكيو تمد بنا رائعه للدجاج. هنا البنات نورمالمون نزيد لها طوماطيش مصبره ولا كاتشب، لكن ما كانوش عندي،
نتوما البنات زيدوا لها طوماطيش مصبره تمد بنه رائعه للدجاج. هذا واش نسحقوا في لا ماريناد. بيان سور الملح البنات كتروا شويه على بالكم الدجاج يحب الملح. وحنزيد لها مكون اضافي يمد بنه رائعه للدجاج وتحميره هايله اللي هي مغرفه كبيره تاع عسل. على بالي البنات دوك تقولوا لي العسل في الدجاج ما يجيش كامل، مي البنات جربوها وترجعوا لي بالخبر، يمد بنه خطيره. فوالا البنات. وبيان سور الدجاج تاعكم تكونوا نقيتوه تري بيان بالخل والملح وشللتوه بالماء يكون بارد باش ما تجيش فيه ريحه الدجاج. عمركم البنات خصوصا المبتدئات ولا تشلوا الدجاج تاعكم ولا تغسلوه بالماء يكون سخون. على بالكم كنت تشلوه بالماء يكون سخون راح كامل الطبق تاعكم يجي فيه ريحه الدجاج وما يجيش بنين. فوالا البنات هذه توجو ماما توصيني عليها وحبيت نقولها لكم، نقولها للمبتدئات بيان سور. فوالا البنات هنا خلطت كامل هذيك لا ماريناد ودرت الدجاج تاعي يتمارينا، ولازم الدجاج تاعكم تدخلوا له مليح هذيك لا ماريناد وتخلوه مده طويله في لا ماريناد. قد ما تشرب هذيك التتبيله قد ما راح يجيكم بنين. على الاقل زوج سوايع البنات، من المستحسن تكون ليله كامله. شوفوا البنات هنا الجلده سيت فتحتها شويه باش ندير فيها الثوم. حكمت البنات فصوص تاع الثوم، قطعتهم وتكيتهم في هذيك لابو تاع الدجاج، يعني بين الدجاج اللحمه تاع الدجاج ولابو تكيتهم هكا كيما راهم يبانوا البنات. شوفوا هامبليك هكا البنات الدجاج تاعكم يجي بنين. الثوم يبنن الدجاج، الثوم والبصل، لكن الثوم يمد بنه رائعه. كي ديروا دجاجه كومبلي حكموا كامل هذيك الثوم بها بقشورها ودخلوها داخل الدجاج. فوالا البنات توت فاصون شاركها معاكم كاش نهار. البطاطا البنات انا درت بطاطا كوشه، درت لها زيت زيتون ملح فلفل كحل وكركم. هذا ما كان واش درت لها. حطيت طبقه اولى تاع البطاطا، طبقه ثانيه تاع الدجاج، غلفته بورق الطهي وورق الالومنيوم وخليته يطيب. ودرت له البنات تاني ترافقت الطبق تاعي بلوبيا سوتي، درتها يعني قليتها بالزبده والثوم. فوالا البنات كان طبق رائع ويشهي البنات. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم. نكملوا البنات لا فيديو تاعنا اليوم بحاجه حلوه. درت لكم كيكه ولا اروع. اول حاجه البنات نحكموا كاس نكيلو به كيله تاع زيت، كيله تاع حليب، كيله تاع سكر. والبنات بنفس الكيله ندو نص كاكاو بني ذوق امباسادور ونص تاني شوكولا تاع الحليب تويسكو ولا اي نوعيه البنات، نص نص. نخلطوا كامل هذا الخليط ولا هذه السوائل مع البنات لافاني سكر فانيي ولا فاني اون بودر كيما تحبوا. خلطوهم مليح ولا ضربوهم بالبغاميكسور ولا بالبيترا ولا عفوا ماشي بالبيترا بالبغاميكسور ولا بالبلاندر ولا بالفوي كيما درت انا. فوالا البنات تجيكم تحصلوا على ان صوص شوكولا هايله البنات. نحو منها كيله، نفس الكيله اللي كيلتو بها نحو منها كيله. فوالا البنات كي تنحو منها كيله زيدوا البنات لهذيك الخليط زيدوا له 4 حبيبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه وتشلوهم من قبل ما تستعملوهم. قرصه تاع الملح بيان سور بلا ما نساوها. ونزيد لهم البنات 2 كيسان تاع فرينه وباكي تاع خميره الحلوى يكونوا مغربلين. من المستحسن الكاكاو مع البودره تاع الشوكولا تغرب لهم البنات هكا باش ما يكونوش فيهم لي غريمو. انا البنات كنت مزروبه ما غربلتهمش، لكن من المستحسن نتوما تغربلوهم وتخلطوا كامل. جيبوا مول، تحبوا المسكوتشو تاعكم يجي عالي ولا الكيكه تاعكم تجي عاليه ديروا مول يكون صغير، تحبوها عاديه ديروا مول يكون متوسط، تحبوها يعني البنات ماشي عاليه كامل ديروا مول يكون كبير. نتوما هنا تتحكموا في الحجم تاعكم، في الحجم تاع المول كيما تحبوا. فوالا البنات قد ما تصغروا المول قد ما الكيكه تاعكم تجيكم عاليه، قد ما تكبروا المول الكيكه تاعكم تجي خفيفه. هنا البنات حبيت نوري لكم قوام تاع الكيكه هكا باش تعرفوا القوام تاعها. دات لي 2 كيسان تاع فرينه بنفس الكيله اللي كيلت بها السكر والحليب والزيت. فوالا البنات كيما راكم تشوفوها ما تجي عاقده، ما تجي يعني وما تجي جاريه، تجي نورمال خفيفه على المسكوتو. فوالا البنات هنا الفوق تاعي كنت سخنته على 180 درجه من قبل. ندخل الكيكه تاعي ما نحلش عليها على الاقل 15 دقيقه.
كي طيب نخرجها وهي سخونه، نثقبها كامل بكيردون ولا بفرشيطه ولا، ونضيف لها هذيك لاصوص شوكولا اللي خليتها مع الاول. هذاك الكاس نضيفه كامل في هذيك الكيكه. من بعد البنات نخليها تبرد وندير لها الشوكولا من الفوق عادي. نحكم طابليطه تاع شوكولا ندوبها في حمام مريم، نزيد لها شويه تاع حليب ولا شويه تاع لا كريم فريش ولا الياغورت طبيعي، ونديرها كطبقه اخيره. والتزيين لكم الاختيار، تحبوا ديروا لها الكاوكاو، تحبوا تخلوها سامبل كما خليتها انا، تحبوا البنات ديروا لها جوز الهند، لكم الاختيار. شوكولا فيرميسال. المهم البنات انا عطيت لكم لا باس تاع الكيكه، والتزيين ديروا كيما تحبوا واش عندكم في الدار. تجيكم بزاف بنينه، تجي معلكه مشربه خفيفه، يعني هايله البنات، وتتندار في دقائق، يعني 20 دقيقه وانتم كملتوها وتعطي لكم كميه كبيره. هنا البنات انا درتها وخليتها تبرد. بعد يعني كان الوقت كان تاخر، رحت نرقد. كي نط لقيتها ديجا شيخي كنكلم لها وراجلي كنكلم لها. اما لا البنات صورت لكم فقط كيفاش جات من الداخل. هذا ما كان توت فاصون نعاود ان شاء الله نبارطاجيها معكم في فيديو وحدها ونديرها لكم كامل المرة.